الأرصاد تحذر من أصعب أيام فبراير. سقوط أمطار ورياح محملة بالأتربة تضرب محافظات مصر. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية توقعاتها بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات. بتعلن عن طقس غير مستقر من يوم الجمعة 13 فبراير إلى يوم الثلاثاء 17 فبراير، وهتكون الذروة المتوقعة يوم الجمعة. أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن البلاد ستشهد رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 50 و 60 كيلومتر في الساعة في معظم أنحاء البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة مما سيؤدي لانخفاض مدى الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر في بعض المناطق. توقعات خرائط الطقس احتمال سقوط أمطار متفترة الشتاء في أجزاء من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد. أشارت الهيئة لاستمرار هبوط رياح متقطعة من يوم الأحد 15 فبراير إلى الثلاثاء 17 فبراير، لتكون أتربة عالقة يوم السبت 14 فبراير في معظم المناطق. نصحت هيئة الأرصاد المواطنين بتوخي الحذر، وخاصة من يعانون من الحساسية والتهاب الجيوب الأنفية، وتجنب التعرض المباشر للرياح المحملة بالغبار، مع الحرص على القيادة بحذر على الطرق السريعة. درجات الحرارة المتوقعة: السواحل الشمالية 23، القاهرة الكبرى 26، جنوب البلاد 31.